بيبدأ فيلمنا في الغابة واللي بيبقى عايش فيها كمية كبيرة من الطيور النادرة، وبنشوف طائر صغير وبيكون بغبغان واسمه بلو، وكلهم بيرقصوا وعايشين حياة سعيدة. وفجأة بتظهر مجموعة من الصيادين بيصطادوا الطيور النادرة كلها، وبيصطادوا بلو كمان، وبيحطوهم كلهم في قفاص وبيطلعوهم في طيارة، وبعد كده بيشحنوهم على العربية وهي بتتحرك في صندوق بيقع منها. وبتيجي بنت تفتح الصندوق تلاقي البغبغان الأزرق بتاعنا الصغير، وبتاخده وبتحاول تهديه وهو بيطمن معاها. وبتعدي الأيام والبنوتة بتكبر والبغبغان بيكبر معاها، وهي بتبقى سمت البغبغان بلو علشان لونه. وهو وليندا بيبقوا عايشين حياة سعيدة، وهو بيحاول يساعدها في كل حاجات البيت. وبنشوف ان ليندا عاملة في بيتها مكان لبيع الكتب، وبلو صاحبنا وهو بياخد الفطار بتاعه على رواق جنب الشباك بيسمع صوت راجل غريب بيخبط على الباب بتاع ليندا. وليندا بتفتح له الباب وهو بيعرفها على نفسه وبيقول لها ان هو عالم طيور، وبيقرب من بلو وبيقول لليندا ان هو جاي من البرازيل مخصوص علشان يشوف بلو. وبيقول لها ان بلو اخر ذكر في الفصيلة بتاعته، وانهم لقوا انثى من نفس فصيلته، وهو عايز ياخد بلو يوديه البرازيل عشان يمنع فصيلته من الانقراض. فليندا بترفض وبتطرد الراجل برا البيت، وبعدين بتقرر انها تسافر مع بلو البرازيل هي والدكتور علشان هو لسه اجنحته صغيرة ولسه ما بيعرفش يطير، وبتقول يمكن لما يختلط بالطيور هيتعلم الطيران. وبيوصلوا البرازيل وبيبصوا على البلد وجمالها، وبعد كده بيوصلوا المحمية الطبيعية بتاعة الدكتور توليو. وأول ما بيوصلوا المحمية الطيور كلها بتجري وتطير على الدكتور توليو وبيبقوا مطمنين بيه. وبعد كده الدكتور بيوري ليندا الطيور اللي هم أنقذوهم من المهربين، وبيقول لها إن الطيور دي نادرة جدا علشان الصيادين بيقتلوا الطيور الكبيرة وبيبيعوا الصغيرين. وبيوريها بغبغان لونه ابيض بيبقوا لسه لاقينه من يومين، والبغبغان بيبقى زعلان وخايف. فليندا بتسأله على انثى البغبغان، فبيقول لها انها اسمها جول وان هم حاطينها في مكان مخصوص عشان هي شقية جدا. وبلو بيتخض اول ما بيشوف الدكتور اللي مسؤول عن جول لان وشه متبهدل، وبيخاف على نفسه وبيطلب من ليندا ان هم يرجعوا بلدهم تاني. وبيسيبوا بلو بيحطوه في أوضة على شكل غابة وبيحطوا معاه جول، وأول ما بيشوفها بينبهر بيها وبجمالها. فبتيجي الشقية جول وتوقعه على الأرض وتدوس على رقبته، وبيقدم نفسه ليها وبيقول لها ان هو من امريكا، وهي اول ما بتعرف بتسيبه على طول. وبعد كده بتاخده وبيطلعوا على غصن شجرة وبتوريه المكان اللي هي بتحاول تهرب منه، بس بلو بيرفض ان هو يهرب معاها. وبيجي الدكتور تيليو بيشغلوهم موسيقى رومانسية علشان يعني يندمجوا مع بعض. وليندا والدكتور بيسيبوا اوضه المراقبه وبيمشوا، وليندا بتبقى خايفه جدا على البغبغان، فهو بيطمنها وبيقول لها ان في حارس موجود على الاوضه. واول ما بيطلعوا من الاوضه بيجي الحارس وبيسمع صوت غريب في الاوضه، وبيجي يبص بالكشاف بيلاقي البغبغان الابيض على الارض. فبيدخل يمسكه ويهديه، بس البغبغان بيوقعه على الارض وبياخد منه المفاتيح وبيروح يفتح الباب. وبنروح لبلو اللي مش عارف ينام من صوت جول اللي بتحاول تهرب، فبيقول لها هو انت عايزة تهربي ليه؟ فبتقول له انها مش عايزة تقضي حياتها في قفص زيه. فبيقول لها ان ليندا هتيجي بكرة وتاخده، وبتتعصب عليه وبتقول له هو انت بتفضل ان انت تكون مع انسان مش مع حد من فصيلتك؟ فبيقول لها ان ليندا اهتمت بيه لمدة 15 سنة، وانه لما فضل مع حد من فصيلته خنقه. فجأة بيتفتح باب المحمية وولد بيدخل ياخد بلو وجول. في الوقت ده الدكتور تيليو بيبقى عازم ليندا على العشاء، وبيوصل لهم خبر ان العصفورين اتخطفوا. وليندا بتقعد تعيط وبتقعد تلوم نفسها انها سابته لوحده، والدكتور بيخش يواسيها ويطبطب عليها. وبنشوف المجموعة اللي خطفتهم، وبنشوف معاهم البغبغان الابيض. وجول بتحاول تهرب بس البغبغان الابيض بيمسكها، وبيحطوا بلو وجول في قفص وبيدخلوهم لمكان بيبقوا كل الطيور اللي فيهم مسروقين، بس بيعرفوا يهربوا وبينطوا من الشباك. ورجل جول وبلو بتبقى مربوطة في بعض، هو بيقولها ان هو ما بيعرفش يطير، فبيضطروا ان هم يهربوا وهم ماشيين على الارض. وبنشوف ليندا وهي ماسكة صور لبلو وبتوزعها على البيوت، وان اللي هيلاقيه هياخد جايزة كبيرة. فبيجي الولد الصغير اللي ساعد العصابة اول ما بيشوف صورة البغبغان بيصعب عليه ليندا وبيقولها على مكانه. وجول وبلو راحوا مكان موجود فيه طائر تاني اسمه رفائيل، ورفائيل هيساعدهم ويوديهم لحد يفكلهم السلسلة واللي بيكون اسمه لويز. وبيحاول بلو يتعلم الطيران بس في كل مرة بيفشل. وبيجي الليل وبيروحوا سهرة مع بعض رومانسية، وبيرقص جول وبلو مع بعض وبلو بينغرم بيها. وبتشوفهم مجموعة من القرود بيحاولوا يتخانقوا معاهم وهم بيعرفوا يهربوا. والطفل بياخد ليندا والدكتور لمكان اللي كانوا واخدين فيه الطيور بس ما بيلاقوش حد هناك.
وبيقول لها على مكان تسليم الطيور، فبتاخد طبعا الدكتور وبتبقى متحمسة وتركب الموتوسيكل وبتروح مكان التسليم. وبنروح لجول وبلو واللي اخدهم رافائيل علشان يروح يفك السلسلة عند لويز، وبيفك السلسلة وجول ما بيصدق وبتطير، وبيجي البغبغان الغلبان بتاعنا بيمشي على الارض عشان لسه مش متعلم الطيران. فبترجع له جول وبتسأله هو انت رايح فين، فما بيعرفش يرد عليها وبيقول لها كل حاجة تمام. فهي بتقول له انها مش ذنبها ان هو ما بيعرفش يطير، وبيسيبوا جول وبتطير، وبيمسكها البغبغان الابيض نيجل، والطيور بتروح تقول لبلو على اللي حصل، وبيجي وهو رايح ينقذها بيشوف ليندا في الاحتفال، بس ما بيوقفش علشان بيبقى عايز ينقذ حبيبته. واول ما بيروح المكان نيجل بيحبسه وبيطلع ان ده كان فخ، وبيجي الولد الصغير اول ما بيشوفه بيبقى عايز يطلعه، فبيجي رئيس العصابة وبيشوفه وبيسأله هو انت بتعمل ايه، فبيخاف منه وبيقول ان هو ما بيعملش حاجة وبيجري ويسيبه، وبياخد العصافير وبيحطها في العربية عشان ميعاد التسليم. بس وهم في العربية جول بتعرف تتصرف وبتنقذه هو وباقي الطيور، وبيهرب جول وبلو بيتشجع وبيطير، وبيرجعوا تاني لليندا وبيتجوزوا وبيعيشوا في تبات ونبات وبيخلفوا بغبغان وبغبغانة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل الملخصات الجاية كلها.